النهاردة هنعمل مع بعض اللحمة المشوية أو الكباب. هنعمل كفتة مشوية ولحمة مشوية، هنشويها على الفحم وبرضه ممكن نشويها في البيت في فرن البوتاجاز. ولو حابين انزل لكم فيديو شوي الكفتة اكتبولي في التعليقات، وهقول لكم كمان على مكونات هنضيفها هتخلي طعمها زي المشوية بره البيت بالظبط، هيديها طعم وطراوة وريحة خطيرة جدا. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي سارة، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنجهزها هو البصل، طبعا ده البطل بتاع اللحمة المشوية معايا هنا بصلتين كبار. وافضل بصل نستخدمه للحمة المشوية يا ريت هو يكون البصل الاحمر، لان البصل الابيض والذهبي ما بيكونش نكهته قوية زي البصل الاحمر. هنفرمه بقى فرم ناعم، دول بصلتين كبار نفرمهم فرم ناعم جدا، هنخليهم انعم حاجة خالص علشان خاطر عايزين ننزل كل المية اللي في البصل، لان هناخد المية اللي في البصل نتبل بيها اللحمة، وتفل بقى البصل ده اللي هنعمل بيه الكفتة المشوية. هنجيب كده مصفى، اي مصفى عندنا، وهننزل فيها البصل وهنقعد نعصر فيه خالص لحد ما ننزل كل المية اللي في قلب البصل. ممكن مثلا لو مش راضي ننزل المية ممكن نقوم رشين رشة ملح عليه، وبعد كده نسيبه شوية زي ما انا عملت، رشيت شوية ملح واسيبه شوية لحد ما ينزل هو كل المية اللي في قلب البصل. ودي طريقة بنسهل على نفسنا ان نساعد ان البصل ينزل المية بكل سهولة خالص. طريقة فعلا سهلة وسريعة جدا. وكده خلاص صفينا كل البصل من المية بتاعه. هنا بقى معايا 3 طماطمات كبار ضربتهم. طبعا مش هنضيف للطماطم اي مية، احنا عايزين الطماطم كده مضروبة من غير اي مية خالص، عشان خاطر هي كفاية مية البصل، طبعا ما ينفعش نزود مية على الخليط ده. هنعصر بقى كل الطماطم كده بالشكل ده. هنيجي بقى للتوابل اللي هنضيفها، عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كمان كبيرة من الفلفل الأسمر، يعني ونزود تكون معلقة كبيرة حلوة لأن اللحمة بتحب الفلفل. زي ما انتوا شايفين كده معلقة كبيرة كده محترمة يعني. وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخل، وبعد كده هنضيف شوية صغيرين من بهارات اللحمة لو متوفرة، وممكن كمان اللي حابب يضيف شوية من جوز الطيب مفيش مشكلة. انا مش بستخدم توابل اكتر من كده. وعصرة كمان ليمونة، دي بتساعد، الليمون والخل بيساعد ان الخليط ده يتغلغل في قلب اللحمة كده، وبيخليها طرية وجوسي خالص وهي بتشوي. يعني نعصر ليمونة كبيرة. التوابل ما بتبقاش كتير، يعني انا ممكن كمان استخدم ملح وفلفل بس حبيت ان انا اضيف لها نكهة شوية. وده كمان بقى صوص كده اصلا مخصص للشوي، لو متاح نضيف، ولو مش متاح مفيش مشكلة. ودي معلقة كبيرة من عسل النحل، لان عسل النحل بيدي لمعة حلوة قوي للحمة. بس لو مش متاح عندنا صوص الشوي والعسل مفيش اي مشكلة، عادي نستغنى عنهم مفيش اي مشكلة. وهنضيف كمان هنا بقى شوية من الزيت، اي نوع زيت عندنا، يعني عبارة عن معلقتين كده كبار من الزيت. وهنضيف كمان معلقة صغيرة خالص من السكر، وبعد كده كمان رشة صغيرة من السبع بهارات. وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. وبعد كده انا هاخد شوية من الصوص ده هسيبه على جنب، هندهن بيه اللحمة وهي بتتشوي على الفحم. وكده بقى هنضيف اللحمة، ده كانت لحمة معايا هنا، شرايح لحمة ستيك. وممكن هنا نستخدم في الشوي بتبقى اللحمة الحلوة قوي، لحمة ريش او لحمة ستيك او لحمة ريب اي او لحمة من الضلع. اهم حاجة ان يكون فيها نسبة من الدهون كده. وهنضيف بقى اللحمة كده كلها في الخلطة دي. ولو مستعجلين ممكن نسيبها ساعة او ساعتين، او نسيبها ليلة كاملة، انا سبتها ليلة كاملة. وكده خلاص جهزت معانا. هنيجي بقى ان احنا نحضر الكفتة المشوية. ده بقى البصل اللي احنا عصرنا منه كل المية بالشكل ده كده. هضيف له بقى التوابل بتاعه، عبارة عن ملح، شوية معلقة من الملح. طبعا الملح ده بنتحكم فيه على حسب الكمية اللي احنا بنعملها. ضفت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. وهناخد هنا يعني 3 معالق كده كبار من البقدونس.
وبعد كده بقى هنضيف اللحمة. طبعا دي لحمة مفرومة، بنقول للجزار ان احنا هنشويها، بيكون فيها نسبة دهن او دسم. يعني مثلا 3/4 كيلو لحمة نضيف عليه ربع كيلو دسم، دهون يعني. ونيجي بقى لأهم خطوة، ان احنا نعجن الكفتة كأننا بنعجن اي عجين عندنا، علشان دي خاطر اللي بتخلي الكفتة في الاخر تبقى متشمعة وما تفكش في الشوي خالص. هتشوفوا دلوقتي في الاخر اصلا لونها هيبقى عامل ازاي. دي المرحلة بقى اللي احنا لازم نوصل لها. شايفين اللحمة فيها شعيرات كده، يعني معجونة كويس جدا. ودي اهم خطوة والمرحلة اللي احنا عايزين نوصل اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، علشان نضمن ان اللحمة تبقى متشمعة كويس وما تفكش خالص من على العيدان اللي احنا هنستخدمها او السيخ اللي احنا هنشوي عليه. وبعد كده بقى بنريحها في التلاجة ممكن مثلا نص ساعة، ساعة، او ليلة كاملة برضو مفيش اي مشكلة. انا سبتها ساعتين. وهنيجي بقى لطريقة التشكيل، جايبه لكم اسهل طريقة اكيد، يعني دي كلها متوفرة عندنا في البيت، مقورة عادي. ما كانش عندي سياخ، فالمقورة قضت الغرض. بمسك كده قطعة كفتة تكون كبيرة زي ما انتوا شايفين بالحجم ده، لان طبعا لما بتتشوي بتقل شوية في الحجم اللي انتوا حابينه هتعملوه اعملوه. بنعملها كده وبنضغط كده رايح جاي عليها عشان خاطر نتأكد ان هي اتمسكت كلها في بعضها. وبعد كده بنشد من على الطرف، يعني بتخرج معانا صابع الكفتة زي ما هو بالظبط. بنحاول ان احنا نبرمه كده وهنرصه على الطبق. وهنعمل برضو تاني واحد تاني مع بعض. اهي قطعة الكفتة بنشكلها كده على المقوارة بالراحة كده خالص. هي بتتشكل وبنضغط عليها عشان خاطر نقفلها من جميع الجوانب. وبعد كده اهم حاجة ان احنا واحنا بنشدها بنمسك ايدينا جامد وتخرج معانا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. ونلفها ونضيفها في الطبق. طريقة سهلة بقى، اي حاجة عندك هتقدري ان انتي تشكلي بيها الكفتة. شيش طاووق كمان، عيدان شيش طاووق تنفع، السياخ، اي حاجة. انا سهلتها عليكم، وطبعا كلنا عندنا مقوار في البيت. وكان عندي منديل صغير للطرب، عملت كام واحدة برضو حشيتها باللحمة المفرومة. وكده جاهزت معانا اللحمة، هندخلها التلاجة ترتاح برضو على الأقل ساعة أو ساعتين، أو برضو زي ما قلت لكم ممكن 12 ساعة. ونيجي بقى لأهم مرحلة، ولعنا الفحم كده على ما يتجهز الفحم ويتصفى. هوريكم بقى شكل اللحمة دلوقتي كان شكلها عامل ازاي بعد ما اتحطت في التلاجة 12 ساعة. طبعا زي ما انتوا شايفين ان لون اللحمة اتغير خالص، كانت خلاص اتشربت كل الخلطة. ما شاء الله، يعني كده تمام قوي. يعني ده هنضمن ان هي تبقى طعمها جميل. هنرصها بقى كده على الشبكة بتاعت الشوي. اهم حاجة بنصفيها خالص، لو هنشويها على الفحم بنصفيها خالص من اي مية او سوائل عشان خاطر ما تنزلش على الفحم وتطفيه. ولو ممكن برضو نعملها على البوتاجاز على الجريل برضو مفيش اي مشكلة خالص. وهنطلع لنا لحمة مشوية حلوة قوي، او لو عندنا شواية برضو في البيت. بس اهم حاجة نصفي المية خالص من عليها. وكده خلاص رصيناها وهنحطها بقى على الشواية. وطبعا الفحم بيكون خلاص هدى علشان اللحمة ما تتحرقش قبل ما تستوي. وهي مش بتاخد اي سوا خالص، يعني اللحمة بتستوي طالما متبلة كويس، بتستوي بسرعة. ومش قادرة اوصف لكم طبعا يعني الريحة كانت عاملة ازاي، كانت خطيرة جدا. ونفضل نهوي كده عليها لحد ما تستوي من الجنب ده، وبعد كده نقلبها على الجنب التاني. وخلاص كده جاهزت معانا اللحمة. شايفين السوا مظبوط جدا واللون خطير واللمعة اللي فيها اللي قلتلكوا عليها. هنيجي بقى نرص الكفتة انا رصيتها على شبكة، بس طبعا لو متاح اسياخ بتبقى اسهل واسرع بكتير طبعا يعني. والكفتة طبعا من اسهل الحاجة اللي احنا ممكن نشويها في فرن البوتاجاز. زي ما قلت لكم في اول فيديو، لو حابين ان انا اعمله لكم فيديو قريب اكتبولي في التعليقات. وضفت بقى كده كام فلفلاية كمان نشويها معاه كده عشان تديها ريحة حلوة قوي. وكمان كام طماطمايه كده نشويها وبصل.
بيخلي الريحة تبقى حلوة قوي، واصلا الخضار المشوي بيبقى جميل. وبكده خلاص جهزت معانا الكفتة. ما شاء الله، شايفين قد ايه شكلها جميل؟ ما شاء الله، طبعا الشكل بيتكلم لوحده. ما شاء الله خطير جدا. استوى مظبوط، والكفتة زي ما شايفينها مفكتش خالص، وهي كمان مرصوصة على الشبكة ومتشمعة زي المطاعم بالظبط. كانت كل حاجة فيها مظبوطة وما شاء الله. هستناكم تجربوها، واستنى رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. ولو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل إشعارات ليكم بالوصفات الجديدة قبل أي حد. وأشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.